معاكم احمد غيث، مربي طيور زينه من 2009. بربي كل الطفرات بتاعت البادجي، الانجليش كريستل، الانجليش نفسه، الاكزيبيشن هوجو اللي هو الانجليش هوجو. كل الطفرات دي بربيها، بنتج فيها يمكن من المستويات القويه من 2016 2015. ابتديت في المستويات القويه ان انا انتج فيها. دلوقتي الناس كانوا بيتكلموا ان الاسترالي بيبقى الجلايزه بتتباع في سوق الجمعه، وان هم بيتنصب عليهم في الموضوع ده وبيتخونوا. فانا بصفتك يعني من كبير المربي الانجليزي كنا وعدنا الناس ان هم هتعرفهم ازاي ما يتنصبش عليهم ويعرفوا الفرق بين الانجليزي وبين النص، وامتى يشتروه ومن مين يشتروه واسعاره بتتراوح. تمام. الانجليزي اول حاجه هو نادر جدا ان هو يكون في السوق، وطالما في السوق ممكن ما يكونش مضمون بنسبه 95% هو منتج ولا لا. الانجليزي لازم تاخد لاين من مربي قوي فيه بيربي انجليزي، فاهم هو بينتج ازاي، الطيور مستواها ايه. ده مهم جدا. سعر الانجليزي المتوسط يبتدي من فوق ال 5000 وال 10000، ده المتوسط. فانك تلاقي في السوق الفرد ب 1000 و2000 ده مستحيل يبقى انجليزي، وحتى لو انجليزي اكيد فيه عيب. فالانجليزي محدش بيجيبه من السوق، لازم تشوف مربي قوي فيه ويكون ثقه وتبتدي تقتني منه. ممكن اخوات الطيور الجامده، مش لازم الطيور الجامده في البدايه. الانجليزي ممكن يجيب لك 4 فروخ، الاربعه ليفلات مختلفه، ممكن تاخد اقل ليفل فيهم ولما يجي ينتج هينتج لك القوي برضو زي الليفل رقم 1. انواع الجلايزه من ناحيه الطفرات هي موجوده على كل الطفرات، موجوده على النورمال، الاوبلاين، السبانجل، الباندد، البلاك فيس، البلاك وينج الناس بتطور فيه دلوقتي، فهو موجود على كل الطفرات. هل الجلايزه طريقه الاكسار بتاعها زيها زي مش زي الاسترال العادي. انت لو وفرت لها المناخ والبيئه المناسبه والغذاء المناسب اللي نسبه البروتين فيه عاليه والفيتامينات والكلام ده، هينتج زي الاسترال، مفيش اي مشكله. هو يعني لو انا مبتدئ وهجيب جوز عشان اربيه على قد الاسترالي ممكن يفرخ في 35 40 50 يفرخ عادي. الانجليزي بالنسبه لي لازم يفرخ في عين 60 عرضها 60 او 70، ده الانجليزي. ايه الفرق بين اكل الانجليزي والعصافير العاديه؟ عايزين نزود فيه البروتين والعناصر الغذائيه، فبنخلي ان الاسترالي العادي ممكن ياكل بلقم وفلارس بس ودنيبه، بنحط له مثلا بلقم وفلارس ودنيبه، دخن نايجر، ريد ميلك اللي هو الشوفان، معلش دخن وشوفان ونايجر، اللي هو دول الثلاثه الاضافات الاساسيين اللي ممكن نضيفهم مع الحبوب الاساسيه. تمام. تقول لي الغاوي او المبتدئ ايه اللي هيبدا في تربيه الانجليزي لما يجي يشتري عصفور انجليزي من حد، ازاي ينقي؟ حتى لو هتنزل فين تقول لنا مواصفات. بص، هو الستايل 24 كبدايه مش هيقدر عليه لان بيبقى ارقامه عاليه جدا، فاحنا لازم نخلينا في المستوى القليل بس، نشوف الاخ عامل ازاي، الاب، الام، اللاين ده هل هو قوي فعلا ولا هو اسمه اخو جامد وهو مش جامد. لازم نبقى حد ثقه بنشتري منه. المواصفات ديت في ستاندر ليها، ممكن اي مربي يدخل على يكتب ستاندر الطائر الانجليزي على جوجل، هيشوف الستاندر بيبقى ازاي، وما يجي يقارن يشوف العصفور اقرب عصفور للعصفور اللي هو بيشتريه. ده بالنسبه لي المهم. تمام. هل ممكن نوقف؟ هنتكلم بقى ان ازاي ما يتنصبش عليا في طفره الانجليزي، وازاي اجيب مستوى محترم. انا عارف ان احنا لازم نروح لغاوي محترم زي حضرتك ومجموعه معينين، ولكن الكلام دلوقتي الناس عايزه تعرف يعني ايه انجليزي. ايه هو الانجليزي؟ الانجليزي هو حجمه بيبقى كده اضعاف الاسترالي، يعني لما يكون فرخ بالحجم ده الاسترالي ممكن يجي ربعه. فدوت ده كده بنتكلم كده، خلينا نتكلم في ان ده ليفل انجليزي. فهو دوت الانجليزي، خلينا يشوفوه. ما شاء الله ما شاء الله. وعشان اوصل للمستوى ده اعمل ايه؟ لازم تجتهد في الاول، تجيب طيور ممتازه من حد يكون بيربي انجليزي كويس،
وتبتدي تربيها. الرسائل اللي بتيجي دلوقتي من بره متيحه فرصه كويسه جدا للشباب ان هم يقتنوا انجليزي مميز وباسعار هاديه شويه، فده بالنسبه لي ممتاز. ولازم نبتدي خطوه خطوه. التغذيه بتاعت الانجليزي قلنا مختلفه عن الاسترالي. طب التغذيه بتاعه بص كده، ده الطري اللي تقريبا بياكلوا يوميا، لازم يوميا في شوفان، دخن، ايج فود اللي هو الباتيه، البيض، انواع الخضار، فيتامينات، لازم يوميا الانجليزي بياكل كده عشان يدينا الانتاجيه الممتازه. يوم حضرتك بقى في الغذائيه بقى بتاعتك بتبداوا ازاي؟ انا لازم اجي اشيك على الطيور بعنايه. مجرد ما تبقى هو محترف، انت مجرد ما تمشي عينك على الطيور فانت هتقدر تشوف الخلل فين، لو في اي خلل في اي زوج او في اي حاجه انت مجرد ما تمشي عينك هتعرف الخلل فين على طول. ده كهاوي محترف. الثاني كهاوي بسيط، لازم يشيك يشوف الطير واكل مش واكل، الدنيا تمام، الاكل مظبوط، الميه، نظافه الدرج، التطهير، ده كل حاجات اساسيه لازم تتعمل في اليوم. ممكن حضرتك تقول لنا صحه الطير بتتعرف ازاي؟ صحه الطير بتتعرف ازاي؟ ان الطير بيكون فيه نشاط وحيويه. مهم جدا ان الطير لازم يوميا ابص الاقي فيه نشاط وحيويه في الحركه بتاعته. صحته، جسمه بيكون مليان، هنا الصدر يكون فيه لحم، الطير متفاعل. هو دوت اللي اقدر اميز بيه ان الطير كويس ولا لا. الاخراج بتاعه سليم. ايه الامراض اللي بتصيب الجلايزه وعلاجها في حاجه كده يعني خلال دقيقه او دقيقتين؟ للاسف مفيش حاجه بتصيب الجهاز، بس هو الطير كله عامه. اكتر امراض بتقابل الشباب هي مرض التنفسي اللي بتيجي في الجهاز التنفسي، له كذا مرض، علاجهم تقريبا كلهم موجود. ولازم نفصل الطير بعيد عن غرفه الانتاج او بعيد عن الطيور السليمه. والطيور اللي هي المعوي، المرض الثاني المعوي دوت ممكن يجي على هيئه سالمونيلا، كانديدا، امراض كتير قوي ممكن تيجي معوي، برضو علاجها كله متوفر. السالمونيلا دي بتيجي بايه؟ لازم ننصح الشباب ان لو بيربوا اي نوع من انواع الطيور الثانيه، حمام، دواجن، بط، وز، ما ينفعش اربي دول جنبهم، لان امراض الطيور الثانيه دي بتستحمل مرض السالمونيلا بنسبه عاليه جدا. الطير ده ما يستحملش السالمونيلا. اقل سالمونيلا، مرض سالمونيلا بسيط خالص ممكن يعيه وممكن تفقد الطير بسببه. تمام. علاج البرد ايه ابرز يعني اكتر دواء ممكن؟ الدوكسين والتايلوزين. الدوكسين والتايلوزين دول اكتر حاجه ممكن تجي. ده بطريقه. هل دواء بشري ليهم ولا؟ مش فاكر بالظبط، بس ممكن نبقى نجيب صورته، بس هو مبقاش موجود حتى في الصيدليات، بس ممكن نبقى نجيب صورته ونحطها للشباب. المعوي في الاربعه في واحد موجود، ده بيبقى 4 مضادات حيويه. وفي برضه مش فاكر بشري، مش متذكر قوي، بس تقريبا بيستخدموا الفلاجين او حاجه زي كده يعني. تمام. ايه حضرتك نصيحه تنصحها للشباب عشان يوصلوا للمعارض؟ يبتدوا في الدراسه. جوجل دلوقتي والفيسبوك والكلام ده مفتوح على العالم كله، تقدر تجيب الطائر، تدرس سلوكيات الطيور، مواصفاتها كمعرض، مواصفات تحكيمها. كل ما تدرس كل ما هتتعمق في الموضوع، وكل ما تنتج كل ما هتلاقي باذن الله ربنا بيكرمك وبتكسب اكتر واحسن، لان البركه في الانتاج والتجاره في الموضوع الطير دوت. تمام. الله يخليك، نورتني.